النهارده ان شاء الله خلي بالك من حصه النهارده. نظريها مش كتير، شرحها مش كتير، بس فيها خاصيتين مهمين جدا طالعين معاك. طالعين معاك بتفاصيلهم الداخليه. قلت تهتم بيهم عشان هتاثر معاك السنه الجايه ان شاء الله. تابع خواص المجموعه 5A. ركز يا دكتور. احنا شرحنا خاصيتين من 5 خواص. تقول لي يا هم 5 خواص بس؟ الله يرحم وان ايه كانت 11 خاصيه. ما هو حبيب قلبي ال 11 خاصيه بتاعت ال1 ايه كانت داخل فيها الخواص الكيميائيه، دي خواص من غير خواص كيميائيه، لسه هتدرس الخواص الكيميائيه. فدي خواص بس، خواص العناصر. هو مقسمها كده يعني طبيعي. طيب درسنا خاصيتين، حد فاكر عناوينهم؟ عناوين بس دكتوره تسليم. العناوين بس. تدرج ايه؟ رقم 2 ايه؟ عدد جزيئات العنصر. لسه بقى 3 و4 و5 وتركز معايا بالذات في 4 و5. 3 عاديه ركز معايا في 4 و5 لانها هي اللي مهمه. تمام؟ خاصيه رقم 3 بتقول ايه؟ والخاصيه رقم 4 بتقول ايه؟ والخاصيه رقم 5 بتقول ايه؟ خاصيه رقم 3 فعلا خاصيه موجوده في ال5 ايه ما كانتش موجوده في ال1 ايه. حد فاكر اعداد تاكسد ال1 ايه كانت ايه؟ انت جاوبت صح بس كان المفروض تعلق على كلمه انا قلتها. انت بتقول لي اعداد، الله عليك علم مركز حلو. اعملي كده، بقول لي انت بتقول اعداد تاكسد، انت بتهزر. قول لي ايه؟ عدد تاكسد ال1 ايه هو عدد واحد، انما هنا هتلاقي في حاجه اسمها اعداد تاكسد المجموعه. تعدد اعداد تاكسدها، هتلاقي عندها تعدد، وهنعرف من كام لكام من خلال المركبات اللي ظهرت طبعا في الطبيعه. رقم 2 مركباتها مع الاكسجين، يعني معنى كده عندها القدره انها تتفاعل مع الاكسجين وما فيش فرق ما بينك وما بين ال1 ايه. ال1 ايه عملت وانت عملت زيها عادش. مركباتها مع الهيدروجين برضو مفيش تمطيط عليا. ال1 ايه عملت مركبات مع الهيدروجين كان اسمها ايه؟ الناس النايمه رد يا ابني مش عايز نوم. هيدريدات. عدد تاكسد الهيدروجين فيها كام؟ ايه؟ انا افتكرتها موجب. طب عدد تاكسد الفلز بيتغير فيها؟ موجب واحد زي ما هو صح. طب عدد تاكسد الفلز في الاكسيد كام؟ طب في الفوق اكسيد بقى؟ طب في صور اكسيد برضه لا سالب ايه موجب واحد برضه. لا ولا نص. الفلز ما بيتغيرش، انا فلز اللي بيتغير الاكسجين. هنا العكس بقى، هنا الاكسجين ثابت عدد تاكسد. مين اللي هيقعد يتغير؟ هو اللي طب هيتغير ليه؟ لانه عنده تعدد. يبقى هيتغير هنا اعداد تاكسد الهيدروجين والاكسجين هنا بسبب ان هو اصلا عنده تعدد في عدد تاكسد. تعالوا نشوف الخاصيه الاولى. تعدد اعداد تاكسده ديت جت منين؟ او تعدد اعداد تاكسده او حالات تاكسده جت منين؟ من مركبات اللي ظهرت في الطبيعه. والله العالم ملوش غير ان هو يلاقي في مركب في الطبيعه يشوف في عدد تاكسد معين فيروح درسه. يلاقي عدد تاكسده بقى كذا ويستغرب ان التاني عدد تاكسده كذا، راح مجمعين اعداد تاكسد هذه العناصر في مركبات الارض كلها. قعدوا بقى يلفوا. احنا بناخد المعلومه في 3 دقائق وكمان ما بتذاكرهاش. هم ناس تعبوا سنين عشان يطلعوا لك المعلومه اللي بتدرسها في 3 دقائق وانت مش عايز تدرسها. لفوا سنين على مركبات عناصر هذه المجموعه، لقوا اعداد تاكسدها تتراوح ما بين -3 الى بشويه موجب 5. ده معناه ان انا لو سالت طالب مركز مش طالب حاطط ايده على خده او طالبه بالذات، عدد حالات تاكسدها كام؟ صح يا احمد قول. 9. ممتاز. فكرني ليك شوكولاته في اخر الحصه. 9. تقول لي 9؟ 3 تحت السالب و5 فوق الموجب يا مستر. 3 و5 8. والافندي ده فين؟ هتقول لي ما هو صفر وانت قلت لي في الترم الاولاني عدد تاكسد العنصر صفر يبقى مش في مركب. اقول لك لو كان عنصر مالوش جزيء متماثل، انما النيتروجين عنده جزيء متماثل اسمه ان2 حاله تاكسده بصفر. يبقى اذا عنده كام حاله تاكسد؟ عشان كده هتلاقي في الجدول عندك 9 مركبات. ده معناه ايه؟ ان هو بيشتغل على 9 حالات تاكسد، ودول 9 مركبات امثله تثبت ان هم لهم حالات تاكسد من -3 لموجب 5. كلام واضح؟
يبقى اذا انت ليك حالات تاكسد بتسالب 3 موجب 5. طب حد يقول لي سالب 3 يعني ايه بطريقتين وموجب 5 يعني ايه بطريقتين؟ مين يرفع ايده؟ اشتغل يا ابني بدل ما انت كده تقيل. اشتغل يا بنتي. هتحركي. ها سالب 3 حد يقولها لي بطريقتين. ها قول يا مروان. ما انا مش هعتمد على ان انتوا ترفعوا ايديكم، انا هحطكم قدام المدفع على طول. صح دي طريقه. شارك. بس وهو بيشارك هنا كان بيتنطط عليهم. العسل ده والله من يومك عسل. والله من يوم ما درستك وانت بص في حته عاليه قوي، عيل تقيل، عيل تمام. ما طلعش منك المعلومه الا بحساب. حقك. ان شاء الله تعمل حاجه جامده السنه الجايه. يبقى بالتالي سالب 3 تتقال بمعنيين، فقد 3 الكترونات تمشي، او شارك ب3 الكترونات. بس الميزه انه شارك وهو بيتنطط عليهم، لانه معنى ان انا ابقى سالب يبقى انا اعلى من اللي جنبي في سالبيه كهربيه. يلا اللي فهم اللعبه، وده بيبقى مسجلين الاسامي اللي انا ايه عشان بس ما تنساش فرقه الحصه. انا راجل محترم ده والراجل المحترم ده. ماشي؟ ها مين يقول لي موجب 5 معناها ايه؟ قولي. قول يا ابو مغازي يا غالي. قول يا عسل. ها ها اكتسب صح؟ شاطره. ها ده ابوك يا بنت مهاجم جامد يا بنت العب يا. شارك بكام؟ ب5 بس مش بيتنطط عليهم. مكسور كده يا عيني. ها سالبيته الكهربيه احلى شوكولاتايه يا ابو موازي الغالي. ماشي. يبقى بالتالي يكتسب 5 الكترونات تمشي. صح. او يشارك ب5 احتمال. هنشوف كل الكلام ده طبعا، بس هو هنا عارف ان هو اقل منهم في السلبيه الكهربائيه اللي اعرفها كده ازاي. انا لسه قلت تاني كان زمان هتجاوب عشان انت سرحان بصيت في عينيك. عرفت بقى انا كنت بختارهم ازاي امبارح. بس كده اهو. يبقى علشان انا عارف ان هو موجب 5 يبقى اقل سلبيه كهربائيه. صح ولا لا؟ تمام. تعالى بقى نشوف لقط على نفس الكلام ده. انت هتجاوب السؤال الجاي. ركز عشان مش هستناك ترفع ايدك، هحرجك. هقول لك قول انت. علل لما ياتي يا عمر. لا انا بقول يا عمر عادي. علل لما ياتي. ليه مركبات هذه العناصر الاكسجينيه بتظهر اعداد تاكسد موجبه؟ تلاقي العنصر منهم في اي مركب اكسجيني دايما يا اخويا مربوط على نفسه وبيدي عدد تاكسد موجب. نفسه يفلفص يبقى سالب، يفلفص مع الهيدروجين. يبقى انت هتجاوب اجابتين. علل ليه في مركباته الاكسجينيه بيظهر اعداد تاكسد يا عم احمد موجب، اما اعداد تاكسده في مركباته الهيدروجينيه باشاره سالبه. وشغل تروس المكنه. شغل تروس المكنه بدل ما هي مصديه هتيجي تفكها السنه الجايه هتتكسر على دماغك. تمام. شغلها شويه. قول يا عم احمد. عسل. فعشان كده بتظهر اعداد تاكسد ايه؟ يا ابني انت ما بتموتنيش. موجبه. طيب اما في مركباتها الهيدروجينيه ليه بقى ظهر اعداد تاكسد سالبه؟ عارف لو ما جاوبتش حاجه اكسرها. جد ما انت قلت هنا اعكس يعني. ها للنيتروجين. اه اه اعلى من الهيدروجين. اتخرج بقى. مين يقولها كام الاولاد؟ ها ودي يخش. ايوه. اه بالظبط. صح. ممتاز. ايه الحلاوه دي؟ ايه العقل ده؟ طب تمام. يبقى اذا علل الماتر خلي بالنا دائما اعداد تاكسدها في مركباتها الاكسجينيه، وركز بقى عشان اللقطه اللي جايه، اشارتها موجبه، بينما اعداد تاكسدها في مركباتها الهيدروجينيه مالها سالب.
طيب بص يا ولاد، انا عمري ما احب ارخم. حاضر يا يوسف، اول حاجه واستاذ زمان، عمري ما احب ارخم عليك الا لما يكون في حاجه غصب عني عليك. عندك جدول فيه 9 مركبات، المطالب انت تحفظ ال9 مركبات بامانه، تحفظهم كصيغه ولازم على فكره، بس برضه هتسهل الدنيا. اول حاجه هنحفظ 9 مركبات، بس ما تذاكرش عدد تكسد. الطالب اللي فاهم يعمل كده، اللي مش فاهم يذاكر اعداد تكسد. طب فاهم ايه يا مستر؟ لو انت بتعرف تحسب عدد تاكسد من صيغه ما تذاكرش عدد تاكسد. شفت ميزه الفهم؟ هيريحك من الحفظ. حلو. طيب لو انت مش بتعرف تحسب، لا خلاص يا باشا اقعد صم، بس صدقني لو نسيت رقم قسما بالله ما هتعرف تجيب. انا بقولها لك اهو. فالاولى تحفظ، تعرف ازاي تجيب عدد تاكسد، اولى يعني. طيب هل هحفظ ال9 مركبات كلهم؟ لا يا عم. احفظ يعني، وانت تستنتج معايا، يلا فزوره. احفظ وبص عليك على الجد، احفظ رموز العناصر اللي اسمها بالعربي مش هيعرف يشكلها كيمياء. مين يقول لي زي مين؟ ها؟ لا شادر كده كده مذاكرينها طبعا، بس كده كده مذاكرينها. غيره هيدرازين ما اعرفش من اسمه اشكله، فلازم اذاكره معايا. ها؟ هيدروكسيل امين، على الرغم ان انت عارفه مجموعه الامين ممكن، بس صح من المركبات الجديده عليا. حلو الكلام. هتيجي تلاقي اللي باقي واحد يقول لك ثالث اكسيد نيتروجين. اهلا وسهلا، رمزه ايه؟ خلاص اديك ما حفظتوش، يعني في مركبات مش هتحفظها. واحد بيقول لك خامس اكسيد نيتروجين NO2، واحد بيقول لك ثاني اكسيد نيتروجين NO2. ممكن اللي تذاكره اكسيد النيتروز. ليه؟ لان انا مش عارف انت NO ولا N2O، فانت عارف الاكسيد النيتروز N2O، يبقى بالتالي هتذاكر حوالي 4 مركبات صياغهم. ليه بقى؟ لان هيجي لك السؤال كده، يقول لك عدد تأكسد النيتروجين في الهيدرازين، وهو لذيذ هيقولها لك بالعربي عشان قاصد، بينما عدد تأكسد النيتروجين في أكسيد النيتروز. طب أنت في آخر السنة معاك ولا أنت فاهم؟ أكيد فيها رموز المركبات؟ لا. فأنت المطالب إن أنت تعرف رمز الهيدرازين عشان تجيب عدد تأكسده، فأنت لازم تكون عارف رمز الهيدرازين رمزه إيه قدامك. ها؟ N2H4. طب حد بيقول لي كده أحسب عدد تأكسده إزاي؟ فاكر ولا مش فاكر؟ ها؟ هنعمل إيه الطريقة يا محمد؟ هساوي المركب؟ لا، هساوي المركب بصفر. الاتش بقى، بس الاول هساوي المركب بايه؟ بصفر، صح. يبقى N2H4 عشان اللي مش عارف يعرف اهو. لا، لان نصيحه بجد والله ما بهزر، اللي هيحفظ الرقم من غير ما يكون عارف يجيب عدد تاكسد، لو نسيت الرقم انسى، مش هتعرف تجيبه. انما لو نسيت الرقم وانت عارف يتجاب ازاي هيتجاب. ها؟ N2H4 بيساوي صفر، اجيب عدد تاكسد النيتروجين ازاي؟ 2N صح زائد 4. سمع زمايلك جبت الاربعه دي منين يا محمد؟ ف4 بموجب 4 بيساوي كام؟ ها؟ صفر، صح؟ حولتها لمعادله، ركزي معايا يا دكتور. ها؟ حولتها لمعادله 2N بتساوي -4، يبقى ال N هتساوي كام؟ ها؟ فانت حطها هنا -2. تمام؟ طب عدد تاكسد الهيدروجين في اكسيد النيتروز، لو انا مش عارف رمز اكسيد النيتروز، طب رمز اكسيد النيتروز قدامك N2O، هتلاقي عدد تاكسده موجب ولا سالب قبل ما احسبه. ليه؟ اكسجين. عارف الكلام ده ولا لا؟ يبقى اذا تتعامل مع اللقطه دي. طيب يلا يا باشا روح على الخاصيه بقى اللي جايه، وكل لك اذان صغير. كان حد رافع ايده؟ قول يا يوسف. هنا هيكتسب 5 الكترونات موجوده، لان هنا بفقد. لا انا عكس الجمله اصلا، هنا يكتسب وهنا يفقد. المعنى صح بس كان عدم تركيز. ليه؟ لان اشارته موجبه طبعا. هنا يفقد اي حد اشارته موجبه، واي حد اشارته سالبه بس دي معروفه طبعا من اي مركب. ركز بقى معايا يا باشا. الخاصيه رقم 4، ركز بالله عليك بقى في الخاصيه رقم 4 ارجوك، والخاصيه رقم 5 علشان تدركها، علشان فيها عكس كلام. دي هتقول حاجه ودي هتقول حاجه، فلازم تعرف دي هتقال امتى ودي هتقال امتى. فلما الخاصيتين بيبقوا فيهم لبس شويه او فيهم لخبطه بقول للطالب ركز فيهم، بالاضافه ان هي هيبقى فيها قاعده هتطلع بيها. فكل قاعده هقولها النهارده ارجوك، حتى لو مش هتذاكرها السنه دي، وحتى لو انت مهمل مع نفسك، سجلها في مكان تبقى انت عارفه، يوم ما تحتاجه السنه الجايه هتعرف ان انت كاتبه فين وتروح. ارجوك يعني، نصيحه ليك يا ابني. سمعتها ما سمعتهاش، انت اللي هتشيل مسؤوليه نفسك. مركباتها مع الاكسجين. اكيد بتعمل مركبات مع الاكسجين، مش عايزه كلام. فدي مش اللقطه اللي احنا جايين نتكلم عليها، لان لو سالتك من غير ما تدرس هل بتعمل مركبات مع الاكسجين هتقول كل الحكايه
جاي اقول لك هي بتعمل مركبات مع الاكسجين على كام عدد تاكسد؟ ليه يا عم معاذ؟ اصل هي متوهاني، عندها 9 حالات تاكسد. العناصر دي ما بتعملش مع الاكسجين غير كام حاله تاكسد؟ تعمل نوعين من الاكاسيد بس. العناصر كلها تقول لي النيتروجين، اقول لك النيتروجين حاله خاصه، بقول لك العناصر كلها بتعمل حالتين تاكسد، اما X2O3 اما X2O5. يعني بتدخل في الاكسجين في حاله تاكسد كام وكام؟ ها؟ ثلاثي وخماسي بالظبط، 3 و5. هتقول لي طب النيتروجين، يا عم النيتروجين اقوى فلز فيهم فعامل كل حالات تاكسده بطبيعته، عارف الكلام ده؟ انما انا بكلمك الصفه المشتركه ما بينهم كلهم، ها، عاملين حاله تاكسد كام وكام؟ ها؟ 3 و5 مع مين؟ حلو. تعالى بقى اللقطه اللي احنا محتاجينها، بالله عليك لا تركز عشان هديك قواعد عامه فيها هتنفعك في الجدول كله مش في دول بس. انا عايز بس افتكر من حد لذيذ كده اهو، بس يكون عنده لقطه شويه من الترم الاولاني. اول حاجه نفتكر تدرج الصفه الفلزيه واللا فلزيه لعناصر هذه المجموعه، دول مع بعض احنا لسه واخدينها الحصه اللي فاتت. ايه تدرج الصفه الفلزيه واللا فلزيه ليها؟ ها؟ ايه اللي بيحصل للصفه الفلزيه؟ بتزيد. وايه اللي بيحصل للصفه اللا فلزيه؟ حلو، هنكتبها جنب بعض وهبدا اسال بقى. يبقى تقل الصفه اللا فلزيه وتزداد الصفه الفلزيه. ركز بقى معايا ارجوك. حلو. الترم الاولاني حد يرفع ايده هنا، كنا رابطين الصفه الفلزيه بصفه زيها. عايز تتكلم ارفع اتفضل. لا غلط. ها خلاص انت عارف السؤال. الصفه الفلزيه مربوطه بالصفه، في سؤال وراه بس لما تكون عايز تتكلم اقول لك ارفع ايدك ارفع ايدك. الصفه الفلزيه مربوطه بالصفه القاعديه، والصفه اللافلزيه مربوطه بالصفه الحمضيه. يبقى ركز بقى وتعالى لي يلا، انت اللي هتستنتج. يبقى الصفه الفلزيه مربوطه بمين؟ انت بقيت كويس صفه فلزيه انا هبقى كويس صفه قاعديه. انت بقيت كويس صفه حمضيه، صفه فلزيه هبقى كويس صفه حمضيه. حلو يلا يا باشا. ما هو تدرج الصفه الحمضيه والقاعديه لاكاسيد هذه العناصر؟ وانت نازل توقع معايا يلا. ها؟ انت بتقول تقل الصفه اللي، يبقى تقل صفه حمضيه بس ما تسكتش. لا 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 لا، ما انا عارف بس ما تسكتش. انت ما تقولش تقل الصفه الحمضيه وتسكت. لمين؟ ده اللي هو مين؟ لا لا اكاسدها. يعني لما يكون العنصر على هيئه اكسيد، خلي بالك عشان هضرب بالخاصيه دي عرض الحائط في الخاصيه رقم 3 عشان ما تتوهش مني، عشان ما تتوهش مني. انا بقول اهو بحذرك من قبل ما ادخل. يبقى بالتالي الصفه الحمضيه تقل لما اكون اكسيد مش لما اكون اي مركب. تمام؟ تقل الصفه الحمضيه. ها؟ وتزداد ها الصفه ها القاعديه لمين؟ طب لو قلت لك علل متهيألي العلل موجود على السبوره صح؟ لما بقول لك ليه تزداد الصفه القاعديه لاكاسيد هذه العناصر؟ لا انا عايز رد مش عايز بؤس. ها يلا يا ابني يا بائس التوهيه. ها ليه بتزداد الصفه القاعديه لاكسيد هذه العناصر؟ ها بسبب زياده ايه؟ الصفه الفلزيه. ليه بتقل الصفه الحامضيه لاكاسيد هذه العناصر؟ بسبب نقص الصفه. يبقى بتقل الصفه الحامضيه لاكاسيد هذه العناصر بسبب نقص الصفه. يعني لو انا جبت لك شويه عناصر دلوقتي رتب لي كده الله يبارك لك، قلت لك اس بي 2 3، بعد كده جبت لك ان 2 3، بعد كده جبت لك بي اي 2 3، مين يرفع ايده؟ رتبهم لي، يعني شيلهم ورتبهم كده تصاعديا على حسب الصفه القاعديه. تصاعديا على حسب الصفه القاعديه. يلا يا بومبا منك ليه. نفس الايادي اللي بتترفع ونفس الناس اللي عايزه تشتغل. حاجه صعبه صح يا شهوبه؟ صح شهد صح شهد. ها بسنت قول يا دكتوره بسنت. وغلط يا بابا. الواحد لو ياخد الجراءه ويتعلم ويغلط والله لا يتعلم، انما اللي قاعد بربطه ده في مكانه مش هيتعلم. يلا انا عايز ارتب على حسب ايه؟ صفه القاعديه تصاعديه، يعني اصغر واحد صفه قاعديه مين؟ ايه؟ ايه العسل ده؟ ان 2
او 3. ده اصغر واحد يا مستر. ايوه اصغر واحد ايه؟ صفه قاعديه. ها، اس بي 2 3. ايه العسل ده؟ ها، ممتازه. يعني معنى كده مين اعلى واحد صفه قاعديه؟ ها. طب لو انا قلت لك ده كده يسمى ترتيب ايه؟ ترتيب تنازلي على حسب ايه؟ ها، عايز اسمعها. ده كده مش انت اللي رتبتي؟ انت صح. طب ده كده اسمه ترتيب تنازلي على حسب ايه؟ بس ترتيب تصاعدي على حسب صفه. صح كده ولا لا؟ يبقى بالتالي ده كده، قصدي انا اسف، ترتيب تنازلي على حسب الصفه قاعديه. ده اكبر واحد، ده الاقل، ده الاقل. طب ده ترتيب تصاعدي على حسب صفه قاعديه. ده اصغر واحد، ده الاكبر، ده الاكبر. صح؟ طيب ده كده رتبناه. لما كلمتكم في شويه عناصر اكاسيد مختلفه، طبعا دخلي ميزي الدكتور. عايزه تفيدك في حاجه؟ ها؟ طيب دخلي الدكتوره في التمييز ما تنسيش. ها، لما كلمتكم على شويه اكاسيد عناصر وقلت لك قارن ما بين صفه قاعديه وحمضيه، كنت بلاقي على ان في ترتيب. صح؟ ركز بقى في الحته الاهم. في احدى الامتحانات يا اولاد جاب لي اكسدين بس. ايه العسل ده؟ وقال لي رتبهم من ناحيه الصفه القاعديه. قلت له هات. ايه العبط ده؟ قال لي بي اي 2 و 3. اظن عبيطه دي. انتوا عارفين دوت اعلى ولا اقل صفه قاعديه؟ صح؟ وبي اي 2 او 5. انتوا ملاحظين السؤال هنا بيقارن مين بمين؟ هنا مش قارن اكسيد فلز باكسيد عنصر باكسيد عنصر اخر معاه في المجموعه. ها، ده قارن مين بمين؟ اكسيد عنصر باكسيد نفس العنصر ولكن مختلف معاه في ايه؟ ايه ده بقى اللقطه دي؟ ما قالهاش. هو ما جابهاش، ما لقطهاش. طب معنى ما لقطهاش هقول بره المنهج. طب لقيتها في امتحان ومش بره المنهج. طب مشروع لا، اصلها لعبه على الترم الاولاني في لقطه. خد القاعده يا باشا، ويا ريت تكتبها الاول عشان القاعده دي هتبقى ذهب لحضرتك في اول بابين السنه الجايه. محدش هيقولها لك تاني والله. وهنبنطط اقول لك بصراحه، بنطط ده كمدرسين في الاسئله. شوف انا على العيل وانفرد بيها على العيل بالسؤال لانها كتير قوي السنه الجايه، وعارف ان الطالب طلع حمار من ثانيه ثانوي، فطبعا بعتمد على حموريته فبسال. لا بقولها لك بصراحه يعني. يلا خد القاعده. القاعده بتقول كلما زاد عدد تأكسد الفلز في أكاسيده، كلما زاد عدد تأكسد الفلز في أكاسيده. يبقى هنا القاعدة خاصة بمين؟ بالعنصر ولا بالفلزات؟ عشان كده جاب لي البي اي، ما رضيش يجيب لي حد من فوق. تمام؟ كلما قلت الصفة القاعدية. الله يخرب بيتك ويخرب بيت اللي ركبها لك. ها، عارفه انا الواد ده، والله اطلع على جيمه واد عمر. ماشي حاضر، هو قصدها. ماشي. هو تاني كلما زاد عدد تأكسد الفلز في اكاسيده. اللي مش هيكتب ملحوظه صح ما يلومش الا نفسه. هتكتب لي كلما زاد عدد تأكسد العنصر البس في الحيطه. وش كلما زاد عدد تأكسد الفلز في اكاسيده كلما. ها، ايه اللي حصل؟ متهيألي اتجاوبت. اكيد اتجاوبت ولا احنا ما بنشوفش؟ ها، مين اعلى صفه قاعديه؟ بي اي 2 3 بي اي 2 5؟ بي اي 2 3. لها سبب بقى. سبب ايه يا باشا؟ يعني كلمه زياده صفه قاعديه. ايه عايزه ايه؟ مين اعلى صفه قاعديه؟ ها، بي اي 2 3 ولا بي اي 2 5؟ ها؟ طب ايه الخاصيه دي اللي انت كاتباها؟ والله بالبطء كله ده اللي انا كتبته. كلما زاد عدد تأكسد الفلز في أكاسيده. وقفت لحد فين؟ كلما الثانية. طيب كلما قلت الصفة القاعدية يبقى العلاقة إيه؟ شاطر، أنت حلو أهو يا أخي. تمام؟ ماشي يا أختي. يبقى بالتالي مين قال لي صفة قاعدية؟ صح. إيه سبب قوة قاعدية أو ضعف قاعدية؟ افهم. افهم. قوة القاعدية تعتمد على تأين أسهل.
والله اللي عينيك زيك كده بيركز في المعلومه اللي هيرتاح السنه الجايه، وهتحس بقيمه الكلام ده. بكره هتفتكرني الراجل ده والله قال كل كلمه حق. بكره هتفتكر. بص انا غلاوي قوي في ثالثه ثانوي، بحب اتشفى في طالب ثالثه ثانوي. يا لما بشوف قعد كده كتير ببقى مبسوط جدا جدا. لا ذل تانية ثانوي اللي انا كنت بقوله ببقى مبسوط فيه. بتذاكر انا بذاكر بس مش فاهم، واقعد اعد شنبات واعيط. يلا البس. قوه القاعديه تعتمد على التفكك، قوه الحموديه تعتمد على التفكك. يبقى كل ما الحاجه تتفكك بسهوله كل ما يزداد قوتها. فيها مشاكل؟ طيب. كل ما الحاجه بالبلدي خالص تتفكك بسهوله كل ما يزداد قوتها. طيب ايه اللي خلى ده معناها كده يتفكك اسهل من ده، يتأين كده بسرعه؟ ما هو حبيب قلبي ده ايون موجب 3، ده ايون موجب 5. عندك بقى لقطه الترم الاولاني اللي هو لعب عليها، كان مكتوب في الترم الاولاني لو نسيها اكتبها لو فاكرها خلاص. كلما زادت الشحنه الموجبه على الايون قل الحجم الذري بتاعه زاد قوه الجذب. من عيني عيوني عندنا الترم الاولاني كمان. كلما زادت الشحنه الموجبه على الايون، عشان كده بقول لك لقطتين مهمين، هو الشرح مش كتير بس المعادلات والعلاقات دي هي اللي بتعطلني معاك. كلما زادت الشحنه الموجبه على الايون كلما قل حجمها الذري. على الفلز طبعا، ما بتكلم على الفلز عسل. تمام. كلما زاد ايه؟ قوه الجذب. طب يعني لما ازيد قوه الجذب معاك انا هقفش فيك جامد، هسيبك بسهوله ولا هسيبك بصعوبه؟ يبقى تأينك هيبقى كبير ولا قليل؟ يبقى انت مش قوي. يبقى مين هيسيب مين اسرع؟ كلما زاد الشحنه الموجبه على ايون الفلز كلما قل حجمه، قلت الكره بتاعته، صغرت الكره بتاعته، فزاد قوه جذبه، فهيفضل ماسك. مين هيفضل ماسك في الاكسجين اكتر؟ الخمسه ولا الثلاثه؟ خمسه ماسك فيها، ما انت شحنتك الموجبه زياده، فبالتالي مش هيسيبك في تتفكك. مين اللي هيتفكك اسهل؟ الثلاثه ولا الخمسه؟ ثلاثه. يبقى مين اللي هيبقى تعيينه عالي؟ الثلاثه. افهم عشان هتترزع رزعه جامده. اثبت لك اترزعت ازاي. خد يا باشا امتحان الجيزه السنه اللي فاتت، امتحان الجيزه السنه اللي فاتت كتب لك كده اهو MnO2 ولا Mn2O3 ايهما اعلى صفه قاعديه. قسما بالله لو معاك المعلومه دي هتجاوب دلوقتي في ثواني، بس يا رب ما تبقاش ناسيها. مين اعلى صفه قاعديه؟ طبعا اللي بيفهم بس، في ناس داخله علم منظر. والله منظره. مين اعلى صفه قاعديه هنا؟ طب احسب على التكسد الاول. انت حسسني انها مساله رياضه صعبه ولا مساله فيزياء صعبه ليه؟ احسب على التكسد الMn هنا. هلا موجب كام؟ وهنا موجب كام؟ 3. هو انت واقف في ايه وعطلان في ايه؟ مين اصغر في عدد التكسد، الثلاثه ولا الاربعه؟ يبقى مين اعلى صفه قاعديه؟ 3. ما هو العلاقه قدامك يالا يخرب بيت العامه. ما كلما قل عدد التكسد زادت الصفه القاعديه. انت دي حسبتها لقيتها 3 ودي حسبتها لقيتها 4. ما تحسب عدد التكسد. الاقي عيل متاني عليه ما هو نصيبه السودا اللي ما بعرفش احسب عدد التكسد. انت تروح تدفن نفسك يالا بالحياه احسن. انت هتطلع ثالثه ثانوي تعمل ايه يالا؟ ده ثالثه ثانوي كلها بتلعب عدد التكسد يالا. تروح تزورها؟ هي مدينتي ولا رايح تزور الشروق يالا؟ تروح تشرب قهوه وترجع ما تظبط حالك. طيب عدد تكسد 4 وعدد تكسد 3. مين هنا اقل عدد تكسد؟ 3. يبقى مين اعلى صفه قاعديه؟ هي تاخدها علاقه عكسيه على طول. اول ما تلاقي التكسد بيقل ارفع مين؟ ارفع مين هنا؟ ايوه القاعديه. ارفع القاعديه على طول. زادت القاعديه. تمام؟ مركب الهيدروجيني كملنا الحصه الجايه. فهمت الخاصيه الاكسجينيه والهيدروجينيه؟ اتمنى بس تكون فهمت الخاصيتين دول. اهم حاجه الواجب بتاعك 31 32 33. الواجب بتاعك 31 32. مش هنا كان في واجب ولا ما كانش في واجب هنا؟ لا هنا ما كانش في واجب. انت كانش في واجب. انت عندك تسميع بكره بس لحد خاصيه رقم 4. عندك تسميع بكره لحد خاصيه رقم 4. كلام واضح. بكره حصه ويوم الجمعه حصه، بدل ما اعكنن عليك وما اغيبكش حد واثنين الاسبوع الجاي. كلام واضح.